التزييف والخداع قبل كده كان مقتصر على ترديد إشاعة أو تزييف ختم أو تقليد خط أو حاجة من الحاجات البسيطة دي، لكن بعد كده اتطور شوية وبقى واحد ممكن يسرق كلام من واحد تاني على الإنترنت وينسبه لنفسه ويكسب من وراه. وفي العالم الرقمي الموضوع كان بياخد شوية وقت لحد ما يكتشفوا مين سرق كلام مين والدنيا دي. وبعد كده ظهر التعديل على الصور وبقوا قادرين إن هم ينقلوا الناس من مكان لمكان تاني، أو حتى يخلوا راس واحد على جسد واحد تاني، والتغيير في الأشكال والأحجام وكل الكلام ده، لحد ما جت تقنية الهولوجرام وبقيت تقدر تحضر حفلة لأم كلثوم وتشوفها قدامك على المسرح واقفة بتغني وبتتمايل وهي أصلا في عداد الموتى. وبعد كده جت القفزة الرقمية بقى، اللي ممكن دلوقتي تخلي عبد الحليم يغني مهرجان، أو ممكن يخلوا الذكاء الصناعي يغني حاجة بصوت واحد بكلمات واحد تاني بألحان واحد تالت. وأنا هنا مركز على الأغاني والمغنيين لأني مش عايز أتطرق لأي مواضيع تانية حساسة، لكن متأكد إن كل واحد بيتفرج على الفيديو ده هيقدر يوصل بفطنته للمقصود من الفيديو. لكن دلوقتي من خلال البرامج المختلفة والتحديثات اللي بتوصل لنا كل يوم، بقى موجود في مجال الصور برامج كتير جدا بتخلي الصور تتحرك بتعبير وشوش مختلفة، لدرجة انك ممكن تشك ان الشخص اللي قدامك ده مات، لانه ازاي مات وصورته اللي من 50-60 سنة بتتحرك بتعبير الوش دي؟ حاجة واقعية لدرجة ما تقدرش تصدقها. صدمة الصور دي كانت ممكن تستمر معانا شوية، لكن ظهر مجال الفيديو وخلوا المشاهير يقولوا اللي نفسهم فيه. استخدموا مشاهير زي أوباما وتوم كروز وملكة بريطانيا السابقة إنهم يقولوا المحتوى اللي نفسهم فيه بتعابير وش مختلفة وغاية في الإتقان. فيديوهات مفيش أي حد يقدر يفرقها غير المتخصصين جدا. وكمان الفيديوهات الكتير الموجودة للشباب اللي بيمشوا في العالم كله كأنهم عايشين لوحدهم وبيقولوا إنها فيديوهات من 2027 و2030 وكل الكلام ده، لكن كل ده معمول بتقنيات حديثة جدا. حابب أقول إنه التزايد المستمر في استخدام الذكاء الصناعي بيفتح باب كبير جدا في إنشاء محتويات مزيفة، وفي تضليل الناس وإشاعة الفتن وإثارة البلبلة واستخدام الرأي العام في القضايا الهامة. لا وكمان من السهل عليه جدا إنه يشوه سمعة أشخاص ويسلط الضوء على أحداث أصلا ما حصلتش. فمش عارف إزاي في الفترة اللي جاية هنعرف نفرق بين الحقيقي والمزيف. الأهم من كده إنه الاعتماد على الذكاء الصناعي بيأثر على الإنسان. بيأثر على الإنسان لأن كل ما الاعتماد على الذكاء الصناعي بيزيد، كل ما الإنسان بيحس إنه ملوش قيمة لأنه غير فعال. طيب أنا بعمل الفيديو ده ليه؟ أنا بعمل الفيديو ده لأن الشاطر اللي يعرف يستخدم المشكلة ويحولها لمصدر دخل. زي ما الشاب اللي عنده 22 سنة شك في زمايله إن هم بيكتبوا الواجب على الذكاء الصناعي، فطور برنامج إنه يقدر يكشفهم ويعرف كل حاجة مكتوبة بالذكاء الصناعي ولا لأ. أنا بشجع الشباب اللي لسه ما اختاروش تخصص إنهم يدرسوا تكنولوجيا، وخاصة تكنولوجيا المعلومات. هي أكتر حاجة هيتم استخدامها في الكام سنة اللي جايين، هو ده المستقبل بعينيه. استخدام التكنولوجيا يبقى مهم جدا لدرجة إن اللي هيقدر يطور برنامج يقدر يكشف الحقيقي من المفبرك هيبقى في مكانة تانية خالص. السبب التاني هو إن البلدان اللي ملهاش باع في المجال التكنولوجي مش بس مش هتقدر تفرق بين الحقيقي والمزيف، لأ، دي هي هتكون أكتر الدول المعرضة للتضليل وإشاعة الفتن والبلبلة. الحقيقة إن هو مش مهم قوي بالنسبة لي سواء كان المحتوى مكتوب عن طريق الذكاء الصناعي أو عن طريق أشخاص، لأن ده هيكون أمر واقع في المستقبل سواء شئنا أم أبينا. اللي يفرق فعلا هو إن المعلومات اللي بيتم تغذية الذكاء الصناعي بيها تكون معلومات صحيحة من مصادر موثوقة، لأنها لو معلومات مغلوطة فكل الصادر عنه هيكون مغلوط. وده لأن الذكاء الصناعي ما بيحصلش على معلوماته من الهوا، بل بيتم تغذيته بكم هائل من المعلومات وهو بس بيقوم بالتحليل والتلخيص. طيب إيه الواجب علينا نعمله؟ الواجب علينا نعمله هو إننا نتحرى الدقة في كل حاجة بننشرها أو بنعمل لها إعادة مشاركة، لأن الحاجة دي ممكن تبقى مفبركة، وده بيساعد الناس في إشاعة الفتن وإثارة البلبلة. ممكن بعض أصحاب النفوس الخبيثة يستخدموا الفيديوهات دي علشان يوقعوا بين زوجين مثلا، يبعتوا فيديو مفبرك لأحد الأزواج فتقوم مشكلة. علشان كده لازم نتحرى الدقة، ما تستعجلش في أي حكم. أي حاجة هتوصلك هتاخد على إثرها قرار معين، لازم تتحرى الدقة فيها وتتأكد منها مرة واثنين وثلاثة عن طريق المتخصصين. الموضوع ممكن يوصل لدرجة إن لو في واحد حرامي متصور فيديو يقدر ينكر ده ويقول إن الفيديو ده مفبرك ويكسب وقت. لازم كلنا نحاول نحصل على الأخبار والمعلومات من المصادر الموثوقة، ونتكلم عن المشكلة دي مع الكبير والصغير، علشان نعرف إن ممكن يحصل فبركة كتير جدا في الأيام اللي جاية. لأن لو هو ده اللي ظاهر لينا فأكيد ما خفي كان أعظم. كل الشركات الرقمية النهاردة في العالم بتطور برامج كبيرة جدا علشان تفرق بين المحتوى الحقيقي والمزيف، لكن صدمتي النهاردة كانت مع فيسبوك
ولأن صفحتي محجوبة بقالها فترة فحاولت أتكلم معاهم علشان أسأل عن السبب، ولما سألتهم قالوا لي لأن الكمبيوتر عندنا مش مقتنع إن الصور اللي عندك على الصفحة حقيقية، وبيشك إن هي معمولة عن طريق الذكاء الصناعي، مع إني عمري حتى ما بعمل فلتر على الصور. والحقيقة دي حاجة ما تطمنش خالص، لأن دي واحدة من أكبر الشركات الرقمية في العالم ولسه مش قادرين يفرقوا بين الحقيقي والمزيف، فما بالك بالشركات الضعيفة. يا ريت نقلل من مشاركة معلوماتنا الشخصية شوية على الإنترنت علشان نحمي نفسنا من التلاعب والابتزاز. المشكلة إن بعد كل اللي بيحصل ده هتلاقي لسه في واحد قاعد في الكورنر وبيقول مفيش فتن ومفيش شبهات، وده مش زمن أمسك عليك لسانك. مساء الفل.